شحال من واحد كيقلب على طرق حقيقيه باش يدير الفلوس، خصوصا في 2026. صافي نساو ديك الهضره القديمه ديال الدروب شيبينغ والافيلييت، راه الذكاء الاصطناعي جا وبدل اللعبه كامله. ايوا في هذا الشرح غادي نشوفوا مجموعين شنو اللي بصح خدام اليوم وشنو الاسرار ديال هذا الشيء. الصراحه كل شيء عيام دوك النصائح اللي كيتعاودوا ديما وفي الاخر ما كيعطيو والو. داك الشيء علاش جا الوقت باش نهضروا على شي حاجه واضحه، شي سيستم، شي اطار عمل حقيقي اللي يورينا فين هي الطريق الصحيحه للنجاح. يلا اجيو نضربوا طلع على البرنامج. الفكره كامله كيف ما غنشوفوا كتدور على واحد المفهوم بسيط بزاف سميتو 4 ديال السطوله، وهذا الاطار هو اللي غادي يولي بحال شي فلتر عندنا كيخلينا نعرفوا نفرقوا بين الفرص اللي بصح فيها ما يدار وداك الشيء اللي غير مضيعه ديال الوقت والفلوس. إذن ندخلوا دابا في العمق ديال هذا المفهوم. الفكرة ببساطة هي أن أي فرصة بيزنس أونلاين طاحت في بالنا غادي نشدو ونحطوها في واحد من هاد الربعة ديال السطولة، وهاد القضية راه كتسهل علينا بزاف المهمة ديال أخذ القرار الصحيح. اوكي، كل سطل من هادو عنده واحد التعريف واضح بالمدخول اللي ممكن يجيب. الاول سميته على مسماه سطل الزبل، هداك خاصنا نهرب منه. الثاني هو السطل الساهل، وهذا هو نقطة البداية المثالية. من بعده كيجي السطل المتوسط، هذا ديال النمو الحقيقي. والاخر هو السطل الصعب، هذا للناس اللي عندهم طموح كبير وباغين يبنوا ثروة بصح. يلا نبداو بأول سطل، وهو أهم واحد فيهم الصراحة. علاش؟ حيت قبل ما الواحد يعرف شنو خاصو يدير ضروري يعرف شنو ما خاصوش يدير. هاد المرحلة راها حاسمة، هي اللي غادي تخليه يتفادى يضيع شهور ولا حتى سنين من حياته في والو. شوفوا، هاد السطل راه فخ حقيقي، كيبان من برا ساهل ومزين، ولكن في الواقع هو بحال شي حفرة الواحد كيبقى غير يخسر فيها وقته وفلوسه. المجهود اللي كيدار فيه كله كيمشي في الخاوي، وفي الغالب الواحد كيخرج خاسر اكثر من داكشي اللي دخل فيه. هادو كاملين أمثلة ديال الفخاخ. كنتكلموا على المضاربة في العملات الرقمية والNFTs، هذه لعبة ديال القمار أكثر ما هي بيزنس. كنتكلموا على التسويق الشبكي أو الهرامي اللي راه معروف أن الأغلبية الساحقة ديال الناس كتخسر فيه فلوسها. وكنتكلموا على دوك الخدمات البسيطة بزاف بحال الترجمة الحرفية ولا إدخال البيانات اللي دابا الذكاء الاصطناعي ولا كيديرها في غمضة عين وبجودة اللي الواحد ما يقدرش ينافسها. خلاصة القول هادشي بعدو منه. ايوا، باش الواحد يحمي راسو من هادشي كاين هاد الفلتر البسيط. قبل ما يبدا اي حاجه يسول راسو هاد 3 ديال الاسئله، راه غير جواب واحد بأ كافي باش يخلي ديك الفكره ويهرب منها بلا ما يزيد يفكر كاع. صافي سالينا مع داكشي اللي خاصنا نتجنبوه. دابا ندوزو لأول سطل اللي بصح فيه الفلوس. هذا هو نقطة البداية المثالية، خصوصا للناس اللي يلاه بادين. هذه هي المرحلة فين الواحد كيبدا يكتسب مهارات حقيقية وكتجيه ديك الثقة في النفس اللي كتخليه يكمل الطريق. هاد السطل هو أحسن بلاصة الواحد يبدا منها. علاش؟ حيت ساهل تبدا فيه، والفلوس ممكن تبدا تدخل في واحد الوقت اللي هو قصير، ما كيتطلبش شي خبرة اللي هي كبيرة بزاف، والأهم هو أنه كيعطي واحد دفعة معنوية ومادية قوية باش الواحد يكمل. وهادو أمثلة حقيقية الخدمات اللي عليها طلب بزاف اليوم، مثلا المونتاج ديال الفيديوهات القصيرة، كتابة المحتوى للسوشيال ميديا، أو حتى ديك الوساطة في المحتوى اللي كينشئوها المستخدمين، المعروف بUGC، يعني دوك الفيديوهات والصور اللي كيصاوبوا من الناس العاديين للماركات. هادو كلهم خدمات اللي هي سهلة الواحد يبدا فيهم، والشركات راه كيقلبوا عليهم بالليل والنهار. باش تفهموا الإمكانية ديال هادشي نعاود لكم قصة صاحبي مارك. هاد السيد راه ما كانت عنده حتى شي خبرة، واليوم راه كيدخل 30,000 دولار في الشهر وعنده غير 7 ديال الكليان. شنو كيدير؟ بسيط جدا، كيشد فيديوهات طوال وكيحولهم لمقاطع قصيرة باستعمال الذكاء الاصطناعي. هادشي كيبين لينا كيفاش مهارة بسيطة ملي الواحد كيركز عليها وتيتقنها ممكن توصلوا لأرقام اللي هي كبيرة بزاف. مزيان، دابا من بعد ما الواحد شاد الطريق في السطل الساهل نقدروا ننتقلوا للمستوى اللي من بعده. هنا فين كتبدا العقلية كتبدل، ما كنبقاوش نهضروا على واحد كينفذ مهام وصافي، لا، هنا كنوليو نهضروا على واحد كيحل مشاكل حقيقية وكبيرة للشركات وكيعاونهم باش يكبروا البيزنس ديالهم. بطبيعة الحال في هذا المستوى المدخول كيكبر بشكل ملحوظ، ولكن في المقابل حتى المسؤولية والمهارات اللي مطلوبة كتكبر معاه. هذه هي المرحلة اللي الواحد كيدوز فيها من أنه كيبيع الوقت ديالو لأنه كيبيع نتائج حقيقية ومضمونة للشركة. البيزنسات اللي كاينين هنا كلها كتركز على تحقيق نتائج ملموسة بحال زيادة المبيعات مثلا. هنا كنتكلموا على وكالات الأتمتة أو بناء برامج صغيرة كخدمة اللي كنسميوها مايكروساس. هذه كتكون أدوات برمجية بسيطة كتحل واحد المشكل معين عند الشركات. في هذه المرحلة الواحد كيولي شريك استراتيجي للكليان ديالو، ماشي مجرد فريلانسر كينفذ الأوامر. وهنا عاوتاني كاين المثال ديال سام اللي خدام معايا في الفريق. سام خدا سيارة بورش
والسؤال هو علاش؟ الجواب بسيط، حيت ما كانش غير كينفذ المهام اللي كنعطيه، لا، هو كان كيتكلف بالنتيجة النهائية، كان كيضمنها. وهاد العقلية هادي راه القيمة ديالها لا تقدر بثمن في السوق. ايوا باش الواحد ينجح في هذا المستوى كاينين جوج نصائح ذهبيه. اولا يبني واحد 3 حتى 5 ديال دراسات الحاله، يعني كيس ستاديز اللي تكون قابله للقياس، وخاف الاول يخدم بثمن ناقص شويه. وثانيا يبيع عقود شهريه مبنيه على النتائج اللي كنسميوها ريتينرز، ماشي يخدم على مشاريع ديال مره واحده وتمشي. ودابا وصلنا للقمة ديال الهرم. هذا هو السطل الصعيب، ولكن هو اللي فيه الربح الكبير بصح. هنا صافي ما كنبقاوش نهضروا غير على مدخول شهري، لا، هنا الهضره كتولي على بناء ثروة حقيقية، بناء أصول، بناء إمبراطورية اللي ممكن تبقى حتى الأجيال اللي جاية. كيف ما كتشوفوا الارقام هنا خياليه، ولكن خاصنا نكونوا واقعيين. حتى المجهود والوقت اللي كيطلبوا راه خياليين. هاد السطل كيبغي رؤيه طويله الامد، كيبغي الصبر، وكيبغي القدره على بناء انظمه وقياده فرق عمل كامله. هذا هو المستوى ديال بصح، مستوى بناء الاصول. الفرص اللي كاينين في هذا السطل كلها كتركز على حاجة واحدة، خلق أصول عندها قيمة في السوق. يعني ماشي الواحد كيقدم غير خدمة، لا، كيخلق شي حاجة اللي ممكن يكبرها مع الوقت أو يبيعها أو يخليها مصدر ديال دخل سلبي اللي هو قوي بزاف. ولكن قبل ما نساليو، كاين واحد المبدأ أساسي، واحد القانون اللي هو كيتحكم في النجاح في هاد السطورة كاملين. إلا الواحد جاهل هاد المبدأ راه بحال حكم على راسو بالفشل، ما كيهمش إنا سطل خسار. الخطأ القاتل اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس هو ديك متلازمة الشيء اللامع. يعني الواحد كيبقى ينقز من فكرة لفكرة، كل مرة كتبان ليه شي حاجة جديدة كتبان زوينة، كيمشي يجري ليها وكيسمح في داك الشيء اللي كان بادي فيه. هادشي كيخلي الواحد ديما في نقطة الصفر، ديما كيعاود من الأول. في الجهة الأخرى الناس الناجحين كيشدوا في طريق وحدة وكيكملوا فيها وكيبنيوا الزخم مع الوقت حتى كيوصلوا. وباش هذا الالتزام ما يبقاش غير هضره، كاين واحد القانون بسيط سميتو قانون ال1000 يوم. الفكره هي الواحد يختار طريق واحد ويعطي لراسو 1000 يوم، هذه تقريبا 3 سنين ديال التركيز الكامل. فهاد المده ممنوع يبدل الطريق، الاستمراريه والتركيز هما كل شيء. ايوا دابا الاطار واضح والسطله باينين والطرق حتى هي. السؤال دابا ماشي هو شنو ممكن يدار، حيت كل شيء ممكن. السؤال الحقيقي هو اين سطل غادي يتم الاختيار ديالو باش الواحد يركز عليه ويحترفه. حيت في الاخر الفرق بين اللي كيحلم واللي كيحقق هو ديك الخطوه الاولى، هو التحرك للعمل.